السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهارده معانا فيديو جديد، والفيديو ده يعني لو انت فتحته او وصلت له ده معناه انك عايز تشارك وتعمل بوستات مترجمه على البلوج بتاعتي. تمام. طيب عشان نعمل بوستات مترجمه في حاجتين بس محتاج تعرفهم. اول حاجه هي ايه الكرايتيريا بتاعت البوستات المترجمه، ودي هتلاقيها لو انت فتحت الريبو عندي هنا، هتلاقي مكتوب تحت كده ايه البوستات المترجمه او دليل المشاركه في البوستات المترجمه. انت محتاج عشان تعمل بوستات مترجمه لازم تكون ترجمتها بجوده عاليه، تقدر تستعمل الصور اللي في المقال، محتاج تحط لي رابط المقال الاصلي، وحاول تختار مقالات بجوده عاليه، وتاكد من صحه بياناتك ومحتوى المقال، ومحدش بيشوف المقالات دي او يعني بيراجع عليها وهو اللي يقبلها ويرفضها غيري انا. تمام. دي كل حاجات انت محتاج تعرفها. تمام. طب بالنسبه لخطوات رفع المقال، هتلاحظ ان في عندك ايه فيديو كده، المفروض ان احنا يعني يبقى اللينك بتاعه هنا، بس الفيديو ده انا لسه بعمله دلوقتي اهو. تمام. فلما يتعمل هتلاقي اللينك بتاعه موجود تحت. فتعالى كده نشوف انا عشان ايه، عشان ارفع مقاله جديده محتاج اعمل ايه. محتاج حاجتين، محتاج يبقى عندك اكونت على جيت هاب، ومحتاج يبقى عندك الفايلات الخاصه بمقاله جديده. ايه هي الفايلات الخاصه بمقاله جديده؟ انت محتاج 4 فايلات. لو انت اول مره ترفع مقاله محتاج 4 فايلات. بعد كده هتحتاج ايه فايلات المقال بس. تمام. بس دي اقل حاجه يعني. طيب ايه هم ال4 فايلات دول؟ اول حاجه انت عندك فايلات المقاله ذات نفسها، اللي هو انت عندك ايه المقال ذات نفسه عباره عن ايه، عباره عن فايل دوت مارك داون. تمام. مكتوب بايه؟ بصيغه مارك داون. لو انت ما بتعرفش تكتب مارك داون، في توتوريالز كتيره جدا على النت تساعدك. الفايل بقى فيه شويه ميتا داتا زي التايتل، زي الببليكيشن ديت، زي الانترو ده زي ما بتقول كده ملخص صغير. تمام. تاج اللي هو مثلا ده بيتكلم عن ايه، جافا سكريبت، رياكت، امر، مش عارف ايه كده. الاوثر وده هنشوفه كمان شويه. الايمج وبتتحط في الفايل ده اللي هو دوت سلاش اسيتس سلاش ترانزيتد بوست سلاش ايه بي جي. فيعني انت هي مش البوست، مش اليو ار ال ده بالظبط، او مش الباث ده بالظبط، بس انت بتربط يعني الفايل بالايه، بالصوره بتاعته. تمام. يعني هي مثلا المكان اللي نحط فيه الفايل مقارنه بمكان الصوره هيبقى الايه الفايل ده صح، الباث ده صح. تمام. وعندك زي ما قلنا الاوريجينال يو ار ال، هو فيه ايه اليو ار ال بتاع البوست الاصلي اللي انت جايبه مترجم، بتحطه لي هنا عشان لو حد حب يرجع للمقال، لو حد حب يشوف البلوج نفسها ويجيب منها مقالات تانية وكده. تمام. فده بتبقى الايه المقاله ذات نفسها. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا الصور مثلا، انا لو محتاج احط لها بانر او صوره بانر كده، دي بتبقى اساسيه، لازم كل بوست يبقى له ايه صوره بانر. فدي اللي بيبقى ايه الايمج بتاعها هنا. طب لو انت عندك صور تانية، لو عندك صور تانية عايز تعمل لها ريفرنس من جوه المارك داون، تقدر تحطها برده في نفس المكان. تمام. تعمل لك مثلا فولدر جوه ترانزيت بوست باسم المقال بتاعك، زي ما احنا مثلا عاملين هنا، عاملين مثلا فولدر اسمه نيو فولدر مثلا، حاطين فيه كل الصور بتاعتنا. فانا هرفع الصور دي. تمام. ويبقى الباث بتاعي اسيتس سلاش ترانزيتد بوست سلاش الفولدر بتاعي سلاش اسم الصوره. تمام. عشان الم بس صور البوست كله في حته واحده. تمام. ده بالنسبه للايه للمقال. طب بالنسبه للاوثر، انا لو اول مره ارفع، فانا يعني بحتاج ارفع شويه بيانات عني كاوثر عشان الناس تعرف انا مين اللي مترجم الكلام ده وكده. وعشان مثلا ايه قدام باذن الله هنعمل لها بطريقه كده، ان مثلا انت اوثر فلان، هتلم ايه هنلم كل بوستاتك في حته واحده، بحيث مثلا الناس تضغط على صورتك يظهر لها ايه كل الحاجات اللي انت مترجمها. فانت عشان تعمل كده محتاج حاجتين. اول حاجه هي صوره نفسك. تمام. ايا كانت الصوره اللي انت عايزها، ممكن صورتك شخصيه، ممكن اي صوره انت عايزها. وفايل جيسون فيه شويه بيانات عنك. تمام. اول حاجه لازم تعرفها ان فايل جيسون ده يعني بيبقى ايه اسمه، هو اللي انت بتعمله ريفرنس هنا، ان انت عندك هنا اوثر اسمه حماسه، وحماسه ده ايه اسم الفايل بتاعك. تمام. الفايل ده بيبقى فيه شويه حاجات اللي هم ايه الديسبلاي نيم، ده اي ديسبلاي نيم انت عايزه، مثلا مسمينه هنا حماسه ديفلوبر. عندك هنا فوتو برده تحط في اسيتس سلاش اوثرز سلاش اسم الصوره، وبايوجرافي صغير عنك تكتب فيه اللي انت عايزه. تمام. يعني بعد ما يبقى عندك الفايلات دي كلها، نقدر بقى نبدا ايه نجهز الفايلات عشان نرفعها. تمام. نعمل بقى ايه؟ اول حاجه بتروح على الريبو اللي احنا هنرفع فيها، اللي هي ريبو البلوج بتاعتي، هتروح عليه. تمام. اللينك طبعا هتلاقيه جايبه من على جيت هاب، جايبه من على السوشيال ميديا، جايبه من اي حته. المهم اللينك موجود. تعمل لها ايه؟ احنا عايزين ناخد منها نسخه، فالنسخه دي بس اسمها فورك. فانا هنروح نعمل لها فورك كده، نقول له انا عايزه فورك الريبو عندي في ماي بلوج، واخد المين برانش بس، اقول له ايه فورك. تمام كده. الفورك ده بيعمل منها نسخه عندي، وانا اعدل في التعديلات اللي انا عايزها براحتي. وايه وبعد ما اعمل التعديلات بتاعتي بكل بساطه اقدر ايه بوش التعديلات دي، بحيث ان انا اعمل لها بول عندي على الريبو اللي هي البلوج، وايه وازودها في البلوج بتاعتي. تمام. اقدر ارفع التعديلات دي ازاي؟ عندي اكتر من طريقه. ممكن بكل بساطه ارفع الحاجات دي دراج اند دروب. فانا مثلا هفتح الاسيتس الاوثر، عايز اقول له انا عايز ايه اد فايل، ان انا ابلود فايل. هابلود مين؟ هابلود صوره الاوثر. فعملت لها دراج اند دروب. تمام. اقول له كوميت تشينجز كوميت كده، انا رفعت صوره وعملت لها كوميت. تمام. ده جميل ولذيذ وكل حاجه، بس ده ريزل، وده بيخلينا ايه ما نقدرش نجرب كذا حاجه. فاحنا مش هنعمل الطريقه دي، هنعملها باستخدام الكود. هتقول لي ازاي؟ في طريقتين عشان نقدر نشتغل على الموضوع ده ككود. اول طريقه هي انك تنزل الكود ده عندك، او انت طبعا لو انت عامل يعني رابط جيت هاب بتاعك بجيت عندك على اللابتوب، تقدر تيجي هنا تقول له انا عايز ايه اخد الكود عندي لوكال، فيديك اللينك وانت عارف الخطوات، تقول له جيت كلون الريبو دي، بعد كده انستول واشتغل.
طيب لو انت مش عايز تعمل كده، في عندنا حل لذيذ ظريف كده اسمه الكود سبيسز. هو ان انا بيفتح لي ايه زي ما تقول كده زي فيجوال ستوديو على الكلاود، وفي فايلات الكود بتاعتي وفي كل حاجه. تمام، فاحنا فعلا هنفتحه اهو. هيفتح لنا الفايلات بتاعتنا، نقدر نشوف الفايلات، نقدر نرفع فايلات البروجكت الباقيه ونعمل كوميت وبيلد ونعمل كل ما بدأنا. تمام، فتعالى كده نكبر الويندو دي كده ونستناه ايه لحد ما يفتح. فبعد ما فتح الفايل عندنا اهو، عايزين بقى نرفع ايه فايلات المشروع. الفايلات بتترفع فين؟ عندنا السورس بتاعنا. تمام، هو ده اللي فيه كل حاجه تقريبا. عندنا فيه اسيتس دي هتلاقي فيها فايلات اللي هي صور الاوثرز، ودي رفعناها خلاص، هتلاقي حماسه اهو. وعندنا نعمل فولدر جديد في الاسيتس اسمه ايه؟ اسمه ترانزليتد بوستس. تمام، عايز بس اتاكد من اسمه عشان الايه غلطت فيه قبل كده، فتعالى نتاكد بس كده اهو. اها، هات لي كده ترانزليتد بوستس. تمام، اتاكد كده من اسمه صح، اسمه صح. هنحط فيه ايه؟ صوره الفايل بتاعنا. تمام، او صوره البوست بتاعنا، فكده اترفعت خلاص اهي. طيب غير الاسيتس عندنا الكونتنت بتاعنا، عندنا الاوثر نقدر نحط فيه فايل الاوثر. تمام، وعندنا الترانزليتد بوست نحط فيها الترانزليتد. تمام، بالنسبه للباثز بتاعت الصور، فالباثز بتبقى ريليتيف من ده لده. يعني مثلا انا عشان اربط الصوره من ترانزليتد بوست هنا لاسيت ترانزليتد بوست، لازم اطلع فايلين لفوق، اخش في اسيتس ترانزليتد بوست الصوره. تمام، هي دي ايه الفكره كلها يعني. تمام، فبس كده نقدر دلوقتي نفتح التيرمينال، نقول له ايه؟ نقول له اول حاجه نجرب npm run build، نشوف المشروع بتاعنا بيبيلد ولا لا. لان لو المشروع يعني الفايلات مش راكبه فيه صح، او انت مثلا بتريفرنس فايل مش موجود او كده، مش هيرضى يبيلد معاك. فهنجرب كده نقول له استرو بيلد، لو لقيناه بيبيلد تمام تمام، لقيناه مش بيبيلد تمام يبقى انت عندك مشكله، وايه وارجع حلها. هو هيقول لك المشكله بشكل كويس يعني. فتعالى كده نبص، فيقول لك اهو ان البيلد ايه كومبليت والدنيا كلها تمام. كده اقدر اعمل ايه؟ اقدر اعمل جيت اد نقطه جيت كوميت عشان اكوميت الفايلات بتاعتي. اقول له انا عايز مثلا ايه ادد نيو بوست. تمام، واقول له هنا ايه جيت فين اهو جيت بوش. كده انا رفعت الفايلات بتاعتي وخلصت كل حاجه. اقدر اقفل ده. تمام، ولو عملت كده ريفرش هنا هتلاقي ايه؟ هلاقي ان انا الريبو بتاعتي بقت 2 كوميتس اهيد من ايه؟ من البلوج الثاني. يعني ان الريبو بتاعتي انا عملت فيها 2 كوميتس زياده على اللي فيها. فانا بقى عايز اقول له ابعت الكوميتس دي لصاحب الريبو عشان يضيفهم عنده. فاقول له ايه؟ اقول له تعالى كده على البول ريكويست، اقول له اعمل لي نيو بول ريكويست. البول ريكويست ده من عندي انا. تمام، من الريبوزيتوري بتاعتي البرانش المين اللي عنده هو برانش المين برضه. تمام، فهو هنا بيقول لك الكوميتس اللي اتعملت فيها ايه، الفايلات اللي اتغيرت فيها ايه، اللي اتضافت، اللي زاد، اللي اتغير، اللي مش عارف ايه كده. فنقول له كرييت بول ريكويست. هقول له مثلا في البول ريكويست ده ان انا ادد نيو بوست اند اوثر. تمام، عشان بس كرساله كده توضح له انا عملت ايه. ممكن اصلا مثلا انت بتزود نيو بوست بس، ممكن بتزود اوثر جديد، ممكن بتعدل على بوست انت كنت رفعته قبل كده، وهكذا. تمام، ممكن هنا حتى تكتب شويه ديسكربشن، مارك داون ديسكربشن عادي، بعدين تقول له ايه كرييت بول ريكويست. تمام، كده انت عملت كرييت بول ريكويست. ايه اللي هيحصل؟ هيحصل حاجتين، هيتشيك هل الكلام ده بيعمل كونفليكتس مع البرانشز اللي هناك. ما بيعملش كونفليكت الحمد لله. وفيرسيل هيتشيك لو الكلام ده لو عملت له بيلد هيبيلد عشان ما يرفعليش ايه كود بايظ. فلو نستناه شويه كده هتلاقي فيرسيل بيقول لك لا انا تمام وكل حاجه ايه زي الفل. فتبص هنا يقول لك ان ايه اول تشيكس هاف باست، وفيرسيل ما عندوش اي اعتراض ولا اي حاجه، والدنيا ايه 100 فل و10. طب انت كده قدامك ايه تعمله؟ ما قدامكش اي حاجه تعملها غير انك تنتظر صاحب الريبو اللي هو انا. تمام، اللي هو فين ادي الريبو بتاعتي اهي. تمام، هتستناني كده اقعد ابص على البول ريكوست بتاعتي. تمام، اجي ابص على البول ريكوست كده، لان انا عندي بول ريكوست بيقول لك ادد ا نيو بوست اند اوثر وعليه علامه صح، معناه ان هو تمام وبيبيلد وكل حاجه زي الفل. ابص كده اقول لك اه ده تمام وبيبيلد. ممكن ابص على الكوميتس او على الفايلز، انا اوريدي تمام عارف الفايلز وكل حاجه. فلو انا موافق على كل الكلام ده اقول له ايه ميرج. يقول لي انت عايز تميرج فين؟ اقول له اه ميرج كونفيرم ايه الميرج. فهو كده خلاص عمل الميرج وعمله ديبلوي. عمله ديبلوي يعني ايه؟ يعني اولا الكود اللي محطوط هنا بقى اخر حاجه فيه هو الميرج اللي انا عملته. تمام، والشخص اللي عمل كونتريبيوت بقى في ظاهر عندي في الكونتريبيوترز هنا. تمام، ان هو يعني حد جه واضاف او كتب شويه حاجات معايا هنا. تمام، وغير كده لو انا فتحت فيرسيل، على البلوج بتاعتي هتلاحظ ان ايه؟ هتلاحظ ان هو لسه عامل بيلد حالا دلوقتي، بيلد جديد، لان انا عملت بوش. فهو اول لما بعمل بوش تلقائي بيرفع ايه؟ بيعمل بيلد جديد. فعمل بيلد جديد. ولو انا فتحت هنا بصيت على البلوج بتاعتي على المقالات المترجمه، ده اللي كل الناس شايفاه، هلاقي ان انا عندي مقال مترجم جديد اسمه ايه؟ اسمه ايه هي الاميتابيلتي. مين اللي عامله عمك حماصه، وفي ايه بيانات حماصه، ايه حماصه ديفلوبر ستريمر، وصورته الجميله اللذيذه محطوطه. تمام، بس كده دي كان كل حاجه ممكن اقولها عن فكره الكونتريبيوشن. اتمنى اشوف الكونتريبيوشنز بتاعتكم، ولو حد عنده اي سؤال انا موجود في كل حته. السوشيال ميديا بتاعتي تحت اهي وموجوده في عن الكاتب، هتلاقي السوشيال ميديا بتاعتي لينكد ان فيسبوك تويتر انستجرام جيت هاب. لو عندك اي مشكله اي استفسار اي سؤال اتفضل اسال. اتمنى اشوف مشاركاتكم تاني،
واشوفكم في فيديو جاي، ومع السلامه.